عاليه، لاعب بيقفز علشان يلعب، وبعدين مطالبه ايضا باحتساب مخالفه واللعب مستمر. طبعا بعد ما توقف الكره سيبحث حكم الفار. نشوف مع بعض، نشوف اللاعب رقم 16 ونشوف يده التي تمسك اللاعب رقم 19 وتؤثر على قدرته على لعب الكرة. لاعب بيلعب كرة وهو المهاجم، والمدافع لا يلعب الكرة. المدافع يضع يده ويمسك بيده، وهذا المسك يؤثر على المهاجم. نشوف مع بعض تاني اهو، نشوف اهو المهاجم اهو، ده المسك اللي منع المهاجم ان هو يلعب الكرة بالشكل الصحيح. وشوفوا ميلة جسمه لورا، هذا الميل اللي ورا ده خلى الكرة تصطدم بيه، بدلا من انه يلعب الكرة بكل اريحية لم تصطدم. انا بقول ليه مفيش منافسة؟ لان المهاجم بيرتقي عشان يلعب، والمدافع مستقر في مكانه، قدمه على الارض، لا يلعب لا ينافس، ولكنه استخدم يده في انه يوقف المهاجم من لعب الكرة. لان في ناس كتير جدا بتتكلم عن فاول خفيف وفاول قوي وفاول. المهم هنا التأثير، المهم هل كانت منافسة ولا لا؟ لم تكن هناك منافسة في هذه الحالة. المهاجم يرتقي والمدافع مستقر على الأرض ويكتفي بوضع يده ليمنع المهاجم من أنه يلعب الكرة بالشكل الصحيح. ركلة جزاء لم تحتسب لصالح المغرب. انتهت المباراة وانتهت الحكاية، ولكن هناك أخطاء لابد من رصدها.